بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل لكم تورته ان شاء الله ببيضتين بس، والتكاليف يعني تكاد تكون بسيطه جدا جدا. اول حاجه هنحطها كوبايه ونص لبن على كوبايه سكر، ده كله، وده نص كوبايه كاكاو خام. انا بستعمل النوع اللي هو الاسباني، وعندي رشة فانيليا. كل ده يا جماعة في شفشق الخلاط. وعندي كوباية زيت، الكوباية دي هبدأ ان انا هعمل لها، هبدأ اضرب في الخلاط وهحط الزيت سرسوب من فوق كده لحد ما يديني سمك الشوكولاتة اللي انا عايزاه يتقل معايا. وبعد كده هبدأ افصل الخلاط. لازما يا جماعة الزيت يتحط سرسوب كده من فوق، والخلاط شغال من تحت علشان يديني السمك المظبوط. افصل الخلاط لما يديني السمك اللي انا عايزاه، اللي هو يتقل معايا كده، هبدأ ان انا هفصل الخلاط. وهنا يا جماعة كده بدأ يتقل معايا، وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. وما خدش معايا الا نص كوباية الزيت بس. يعني انا هبدأ بكوباية وابدأ ان انا اصب واحدة واحدة لحد ما اشوف هياخد معايا قد ايه. انا هنا خد معايا نص كوباية زيت بس. ببدأ اشيل من الصوص ده كوباية كاملة، والكوباية دي هنستعملها في كذا حاجة هوريلكم لما نيجي نستعملها. هنحط هنا على المقدار الباقي، احنا خدنا كوباية واحدة بس، والباقي بنحطه في شفشق الخلاط زي ما هو. ونحط عليه بيضتين ومعلقتين كبار من الخل. وبعد كده هبدأ أضربهم تاني في الخلاط لحد ما المزيج ده كله يتمزج مع بعضه. وبعد كده هبدأ عندي هنا كوباية وربع من الدقيق المنخول طبعا، واتنين معلقة كبيرة نشا، وكيس بيكنج باودر. الكيس بحطه كامل يا جماعة، هو ده المقدار المظبوط. ورشة ملح، وبقلب الخليط الجاف ده كله مع بعضه. وبعد كده ببدأ أحط الخليط السائل واضربه بالمضرب علشان الدقيق كله يبقى ناعم معايا. وهوريكم السمك اللي هو بيبقى مطلوب. كده هبدأ ان انا اضرب اهو، احط السائل على الجاف وابدأ اضرب كل الخليط مع بعضه لحد الدقيق كله ما يتوه معايا. وبعد كده هبدأ اكون مجهزة صينية دهنها دهنة سمنة، وببطنها برشة كاكاو علشان دي الشوكولاتة كيكة شوكولاتة. فطبعا ما ينفعش ان انا احط رشة دي، هتبقى بيضة معايا ومش هتبقى منظرها كويس. فانا بحط هنا مع كيكة الشوكولاتة بحط رشة كاكاو في قعر الصينية. وبعد كده ببطنها كويس. وبعد كده ببدأ أصب الخليط اللي انتوا شايفينه الناعم اللي بيلمع ده. شايفين الشوكولاتة بتلمع فيه ازاي يا جماعة؟ هبدأ أصب كل الخليط ده كله في الصينية دي اهو كله كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا بيخش على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، بنختبرها بخلة كده ونشوفها. وببدأ هنا أحط الصينية بخبطها خبطتين علشان أطلع منها الهواء، وتبقى السطح مستوي بتاعها لما تطلع معايا. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ أحطها في الفرن زي ما اتفقنا، وبعد ما تستوي هجيبها لكم بعد السوا وهوريها لكم. والتورتة بتاع النهاردة بتبقى طرية اهي يا جماعة، شايفين بسم الله ما شاء الله. بعد ما طلعت من الفرن طرية جدا جدا وشكلها تحفة. هنبدأ نعمل الكريم شانتيه بتاعها اللي احنا هنحشي بيها. عندي كوباية كريم شانتيه خام، عليها 3 معالق كبار سكر بودرة، ومقدار المية كوباية ونص. بحط أول كوباية وبضرب، والنص ده بحطه شوية بشوية لحد ما يديني السمك اللي انتوا شايفينه ده. ببدأ أحط على الخليط بتاع الكريمة. شايفين الصوص يا جماعة بيلمع ازاي؟ شايفين اللون والريحة روعة. بحط معلقتين هنا على الكريم شانتيه اللي انتوا شايفينه ده، وببدأ اضربه بالمضرب تاني لحد اللون ما يمتزج معايا كله، وبيبقى اللون شوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ببدأ اقسم الكيكة نصين زي ما انتوا شايفين كده، بقسمها على نصين
وبعد كده عندي كوباية لبن بحط عليها برضو من الصوص الشوكولاتة اللي انا نفس الكوباية اللي انا كنت شايلاها، بحط معلقة واحدة بس وبقلبها بالطريقة دي لحد ما تدوب معايا وتديني اللون الروعة اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده ببدأ ان انا اسقي بيه الكيك زي ما انتوا شايفين كده علشان يساعد الكيكة تبقى طرية جدا جدا معاكي. وبعد كده ببدأ احط الكريم شانتيه اللي انا عملته معاكم وبوزعه على الرق كله زي ما انتوا شايفين كده بأي معلقة اي سكينة المتاح عندكم. والنهاردة هوريكم بأبسط حاجة ممكن تزوقي التورتاية بأجمل حاجة وأرخص حاجة لو انتوا ما عندكمش الأدوات بتاع التزويق. وبحط الرق التاني زي ما انتوا شايفين كده وببدأ برضو اسقيها بنفس الخليط بتاع اللبن والشوكولاتة اللي انا عملته لحد ما اسقي الرق كله. وبعد كده برضو ببدأ اكرر نفس العملية، بحط رق الكريم شانتيه وده سكينة مشرشرة عندي. طبعا اللي ما عندوش السكينة دي انا هوريكم دلوقتي تزوقوها بايه لو مش متاح عندكم سكينة مشرشرة. هنا بعمل من الجوانب وبغلفها كلها علشان الكيك كله عندي يبقى مغلف اهو بالطريقة دي يا جماعة. بحط الطبق على ايدي كده وبلف بايدي الطبق وببدأ ان انا اغلف الحروف كلها زي ما انتوا شايفين كده. وبالسكينة ببدأ ان انا اساوي سطح الكيك التورتاية كلها اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا غطيتها كلها وبدأت ان انا اساوي والزيادات طبعا بطلعها في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. انا قلت لكم في اول الفيديو اللي انا هوريكم ازاي تزوقوها بابسط حاجة يا جماعة عندكم في البيت. اللي ما عندوش ادوات بتاع التورت اهو مشط جديد جديد جدا يا جماعة ما استعملتوش في اي حاجة. ببدأ ان انا اعملها عملية زجزاج بسن المشط طبعا الواسع اللي هو الناحية الواسعة بعملها. شايفين المنظر؟ شايفين احلى تورتة دي ولا ايه يا جماعة؟ اللي يشوفها يقول متزوقة باحسن الادوات. هنا حاجة بسيطة جدا بس عملناها منها شكل جميل وروعة. هنا نفس الصوص اللي انا شلته معاكم في اول الفيديو برضو ببدأ على الحروف كده وابدأ ان انا ازوقها كده من على الحروف. وبعد كده ببدأ احط صوص الشوكولاتة في النص وابدأ اغرقها كلها واملى التورتاية بتاعتي كلها صوص شوكولاتة علشان التورتة بتاعتي النهاردة بصوص الشوكولات. هبدأ اوزعها كلها يا جماعة كده وبعد كده هبدأ اقول لكم على الخطوة اللي بعد كده ايه. التورتة بتاع النهاردة يعني بسيطة جدا جدا ومقاديرها برضو تكاد تكون في البيت وبسيطة جدا جدا بمقارنة التورتات التانية اللي بتكلفنا كتير. انا النهاردة عملتها لكم بأبسط الامكانيات علشان كل ست بيت تقوم وتعملها اول ما تشوف الفيديو ان شاء الله. عندك حفلة عيد ميلاد، عندك مناسبة سعيدة، اي مناسبة سعيدة تنفع التورتة دي يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ ازوق الجنب بتاعها اهو. لو حابين تحطوا في الجنب بتاعها برضو فرماسير، جوز الهند، شوكولاتة مبشورة، اي حاجة متاحة عندك للتزويق دي براحتك. وده ذوقك على حسب انتي عايزة ايه. هبدأ اوزع هنا عندي بكيس كريم شانتيه. انا حاطه باقة الكريم شانتيه نفسه وبوزع هنا على التورتايه من فوق باي شكل بقى انت حباه. انا هنا عملت الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هبدأ اجمل برضو بحاجات تانية ان شاء الله هتعجبكم وتعجب كل اولادكم. والكيكة بتاع النهاردة التورتايه بتاع النهاردة يا جماعة طرية جدا جدا وطعمها روعة وريحتها اروع واروع وان شاء الله هتعجب ولادك وكل ضيوفك. لو عندك حفلة عيد ميلاد اي مناسبة سعيدة تبدأي تقدميها وهي غير مكلفة. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وعايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد وجديد. وهنا عندي يعني ملبس كده كان ملون، حبيت برضو اكسر اللون بتاع الشوكولاتة فحبيت ارشه هنا يا جماعة. ده بيجي من عند بتاع ادوات الحلويات او اي عطار. برشه كده واوزعه على الكريمة وعلى الشوكولاتة علشان بس اكسر اللون. طبعا زي ما اتفقنا ان التزويق ده على حسب رغبتك. لو عندك كريز ممكن تحطيه، في حاجات تانية اختيارية برضو ممكن تحطيها.
وعندي نفس الصوص الشوكولاتة اللي انا وريتها لكم في الفيديو، بس هنا خفيته بشوية لبن، معلقتين كده لبن. وبدأت ان انا احط على روزيتات الكريم شانتيه شوية كده بالمعلقة، وهبدأ اقطعها معاكم واقدمها لكم. شايفين السكينة؟ شايفين السكينة بتقطع ازاي يا جماعة بكل سهولة وسلاسة. ويا ريت لو تخليها لتاني يوم، طبعا بتاخد من نفس الطعم وكله يمتزج مع بعضه، بتبقى طعمها روعة وجميلة تاني يوم يا جماعة. اهو يعني انت لو عملتيها قبليها بيوم علشان عيد ميلاد مثلا او اي مناسبة تاني يوم، فاعمليها قبليها بيوم، بتبقى طعمها روعة وجميلة. وشايفين انا هنا قدمتها في نفس اليوم، وشايفين الطراوة والحلاوة يا جماعة. الشوكة بتنزل بكل سلاسة، شايفين الطبقات بقى شكلها روعة، وهي نفسها روعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع